السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير، يا رب يحفظكم. هذا المقطع مقدم لروح شهداء العراق مجانا يا شبابنا، فقط اضغط لنا مشاركه ولايك. شباب الحكومه العراقيه بالتعاون مع مجلس الخدمه الاتحادي مبادره توظيف لفرص العمل للمواطنين. فشبابنا كيف راح تقدم على هذه المبادره مع الحكومه؟ اول بدايه تجي لي جاي جنسيتك يمك، تكتب اسمك الرباعي مثلا حيدر كاظم حسن، هاي طلعت لي. فشباب تجي للنوع الذكر، هاي موجوده ذكر تكتبها. تجي للعمر تكتب مثلا الشهر السادس، هذا السادس، واليوم والسنه والمواليد. هسه انا جاي مواليد مثلا 96، اكتب 96. محل ولاده اكتب اجي هنا وين محل ولادتي؟ بغداد. فالمحافظه الحاليه بغداد. فالحاله الزوجيه هنا، الحاله الزوجيه تكتب انت شنو نوعك هنا، متزوج مطلق ارمل، وانا اعزب راح اضغط على اعزب. اذا تكتب اعزب هنا ما يطلع لك الاولاد. اذا تكتب يعني عندك اولاد او شيء تعطي عدد الاولاد هنا مثلا 4 3. نجي هنا هي المهمه الاكيده، البريد الالكتروني شباب، هذا مهم ان هم يراسلونك عليه. تجي لي جاي تكتب بريدك الالكتروني، تكتب مثلا هيك يا شباب وطي gmail.com. تمام، هذا البريد راح يرد ميمك رمز تطيع له حتى يراسلونك عليه ويقولون لك انت يابا راح تتعين وهيك سوالف. تجي هنا الرقم الهاتف تكتب الرقم مثلا، يعني رقمك موجود. فالتحصيل الدراسي انا مخلص مثلا اعداديه، اكتب اعداديه. والمهارات شباب هنا المهارات المكتسبه، هنا ملاحظه كلش يعني دقيقه هنا يا ولد. تجي تكتب هنا مثلا مثلا حداد او مثلا شنو، او مصور، او يعني عامل، يعني هيك شيء. ايش تكتب يعني انت شنو نوعك، مثلا حاسبه يعني على الحاسوب، هيك شيء يعني هيك يعني ايش عندك في فكرتك، مثلا كهربائي. تمام، راح انا اكتب مصور. هنا شبابنا، هل انت ذوي من شهداء يعني يريد منك؟ انا عندي شهداء او يعني عندي شهيد، راح اكتب شهداء القوات المسلحه العراقيه. فعدد الموظفين في العائله من فضلك راح ادوس 0 لان ما عندي اي واحد بالموظف. هل انت من الطلبه يعني هاي ما اعرف اقراها، المبتعثين مش ايه اكتب لك كلا، وعربي او انجليزي. هل انت من طلب العشر الاوائل؟ نعم، انت تكتب كلا اذا ما هاي. الشهاده الاولى مثلا الاول متوسط اذا انت ماخذها، الثاني الثالث او الرابع اعدادي. نعم او كلا. هل تعمل في القطاع الخاص؟ طي كلا. المنظمات الحكوميه كلا لا اعمل. هل انت مسجل عاطلا من العمل؟ لا، اقول له كلا. اذا انت يعني مسجل بالعاطلين قل له نعم. من فضلك يقول لك اين ترغب في العمل؟ هنا شباب هاي خاصه وكلش خاصه، اختار من فضلك هذا، طي شركه استثماريه او اقتصاديه او قطاع حكومي. فالافضل الخيار الصائب قطاع حكومي، تضغط عليه وتعطي ارسال ذي المعلومات. هسه انا طلب لك اتعهد بصحه كافيه من بقيت، هل انت ترغب يعني كاملات يعني ما عندك خطا؟ دوس نعم. راح يجيك تحميه وراح تروح للبريد الالكتروني، شوف الرساله واصلتك وواصله بها الرمز. يا شبابنا هذا المقطع مقدم لروح شهداء العراق، خلينا لايك، خلينا اشتراك بالقناه، واخوكم مطور حيدر كاساس.